سلام خيتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد في وصفه جديده. كما راكم تشوفوا راح ندير وصفه لي باكيت. هاد الوصفه بزاف اقتصاديه تليق بزاف لشهر رمضان الكريم، يعني دو بريفيرونس توجدوهم في هاد الايام راح يجيكم سهلين وهايلين. كما راكم تشوفوا درت 300 غرام لا مارغرين، درت 150 غرام تاع ماء و150 غرام تاع زيت. نحتاجو تاني رشه كبيره من الملح، ونحتاجو 2 ملاعق يكونوا مملوئين تاع خل، ونحتاجو ملعقه تكون كبيره تاع سكر. هاد الوصفه بزاف معتمده عندي ودائما نديرها. اليوم قلتوا علاش ما نشاركهاش معكم، بالك نتوما تاني تستفادوا، بالك نتوما تاني يعني تحبوا تديروا هاد المملاحات لي باكيت يجيو تاني بزاف يعني بنان في رمضان الكريم. لكل وحده شتي هاد لا غوسيت روحي ديريها، روحي جربيها وخبيهم في المجمد وخليهم لشهر رمضان الكريم، راح يعجبوك بزاف بزاف. وراح ندير لكم تاني ان شاء الله، يعني بعد ما نخلص هاد الوصفه وكامل راح نحط لكم كيفاش يعني طيبوا هذوك لي باكيت، كيفاش تحشيوهم، مختلف الحشوات اللي رايحين يساعدوكم ويكونوا اقتصاديين. صدقوني حبيباتي رايحين توليو مدمنين عليها، يعني ما في الصيف رايحين نديروها وديروا هاد لي باكيت في المجمد وتجبدوهم وتحشيهم. كامل رانا نحوسوا على الوصفات يعني البنان ويكونوا اقتصاديين ويجيو سهلين في الخدمه. كما هاد الوصفه اكثر من رائعه واكثر من اقتصاديه، يعني بزاف هايله. كما راكم تشوفوا بعد ما درت الخليط هذاك ضربته مليح بالباتر حتى بياض هذاك اللون، من بعد نضيف الفارينه حتى تلم معايا العجينه ونتحصل على عجينه تكون طريه. حذري البنات يبسوها، هاد النوع من العجائن لازم يكونوا يعني طريين هكا باش لي باكيت ديالكم يجيو هشاش ويجيو خفاف بزاف. من الاحسن هاد العجينه توجدوها يعني مقبل توجدوها وتخليوها ترتاح لمده نصف ساعه هكا باش ما تغبنكمش كامل في الخدمات. وتاني هاد النوع تاني تاع العجائن لازم توجدوهم يعني قبل شهر رمضان الكريم، باسكو يعني يحكموا الوقت، يعني باش نكونوا صريحين يحكموا الوقت بزاف، سورتو اذا درتي كميه كبيره. من الاحسن ديريهم هاد الايام ان شاء الله وتحطيهم في المجمد، يعني رايحه ديري لهم بابي سيلوفان ولا وتحطيهم في تكون علبه تكون محكمه الاغلاق وتخليها يعني في المجمد. حنا خياتي بعد ما طمت معنا العجينه شوفوا شكلها يعني راهي بزاف طريه، درتها في ساشي وخليتها ارتاحت لي مده. ودوكا شوفوا لي مول ديالي تاع لي باكيت، انا هنا لي مول ديالي كبار شويه. البنات من الاحسن تشريو لي باكيت يعني لي مول هادو يكونوا صغار، الحجم ديالهم صغار هكا يعني راح تجي كميه اكثر من اللي جاتني انا. شوفوا خياتي الطريقه الاولى اللي راني ندير فيها لي باكيت هادو، حنحط كره من العجين ونضغط عليها بمول واحد اخر، من بعد راح فقط نكمل نعدل الاطراف. هذه بزاف سهله طريقه. ودوك نوري لكم ثاني حبات واحد اخرين كيفاش عدلتهم، يعني طريقه العاديه اللي ماشي نديرو بها. هنا حباتي بالنسبه للحجم تاع الكريه في هاد لي باكيت كبار درت حوالي 25 غرام حتى 30 غرام، دوك سا ديبون على حساب المول ديالك. اذا كان المول ديالك صغير ديري 20 غرام تاع كريه العجين هذيك توزنيها 20 غرام وتكملي توجدي الحبات ديالك. لهذا قلت لك من الاحسن يكونوا عندك لي مول تاع لي باكيت يكونوا صغار هكا باش تضمني يكون عندك حبات بزاف، ومن بعد يعني في الحشو كامل ثاني راح تعمري حبات بزاف. هنا خياتي بعد ما نكمل لي باكيت ديالي راح نثقبهم مليح بالفرشيطه ونخليهم في المجمد لمده حوالي ربع ساعه ولا. وثاني من جهه واحده اخرى تكوني سخنتي الفرن ديالك، لازم يكون سخون بزاف لو فات يحكموا رواحهم يشدوا رواحهم مليح في المجمد. راح نجبدوهم نحطوهم في بلاطو وندخلوهم يطيبوا. كي تشوفوهم بداو ياخذوا لون ذهبي شباب بزاف يعني في الاطراف رايحين نشعلوا لهم القليل من الفوق وتخرجوهم. لو فات يبردوا رايحين نديموا ليهم. بالنسبه لهاد ليمول يعني ما تحتاجيش تدهنيهم بالزيت كامل، باسكو نسبه الدهون اللي راهي في هاد العجينه يعني كافيه باش تتنحى معاك العجينه فاسيلمون كي طيب. كاين بزاف اخوات يشكيو يقول لك يعني لا فورم تاع لي باكيت ما تجينيش شابه، هذا علاش قلت لك يعني من الاحسن ديريها في المجمد لو كان 10 دقائق لو فات شد روحها من بعد طيبيها هكا يعني راح تضمني الشكل ديالهم يجي بزاف هايل. وتاني ملاحظه يعني كي تثقبيهم من بعد وكي تحطيهم في الفرن لازم تاني مره على مره تحليه وتكملي تعاودي تثقبيه، باسكو رايحين يعاودوا ينتفخوا معاك مره على مره تثقبيهم. يعني ما وتقبتيهم دوكا كي دخليهم الفرن لازم تزيدي تحلي عليه وتثقبيهم قبل ما يطيبوا. حكا خياتي يعني كتبعوا واش نقول لكم في الفيديو، كتبعوا الفيديو من الاول للاخر تسمعوني واش نقول لكم. كل حاجه راح تجربوها من وصفاتي راح تنجح معكم
من اول تجربه، بس نحط لكم كامل وصفات ناجحه، نقول لكم دائما اسرار نجاح الوصفه، ونأكد لكم على الاخطاء اللي تقدروا توقعوا فيهم. الوغ حبيباتي تبعوا فقط واش راني نقول، واش راني نهضر لكم، باش هكا ان شاء الله تنجحوا في كامل الوصفات، ونتمنى يعني اللي تجربوها تنجح معاكم. فقط دعوه الخير، ما تنساوش تدعوا لي بالخير، وتخليوا لي اكبر عدد من اللي جام في لي فيديو اللي نحطهم لكم، واشتركوا في القناه. بالنسبه للبنات الجدد اللي راهم يشوفوا في لا فيديو، اشتركوا في القناه، ماكمش راح تندموا، كاين بزاف وصفات وماكس دو بارطاج للقناه باش يعرفوها بزاف البنات وهما تاني يستفادوا. هنا حباتي كما راكم تشوفوا خليتهم في الفرن، بعد ما جبتهم من المجمد راح نحطهم يطيبوا، ونوري لكم شكلهم الاخير بعد ما طابوا. وداروا لي كميه ما شاء الله، ننصحكم جربوا هاد الوصفه راهي بزاف هايله. وهذا هو شكلهم الاخير، شوفوا يعني بزاف هايل، بزاف حاكمين لافا، بزاف شابين، وتشوفوا في المذاق ديالهم بزاف خفاف. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون لاعجابكم، ما تنساوش تخليوا لي ماكس دو جيم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه واحده اخرى.